السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طرطة سهلة مهلة من اسهل ما يكون، فبطريقة جد سهلة ومبسطة للمبتدئات. تقدموها العائلة ديالكم الاسر ديالكم في هذه العطلة هذه اللي مالها. فخليكم معايا تكتشفوا مقادير وطريقة التحضير، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبه للمكونات ديال الكيك الاسفنجي ديالنا كنحتاجو فيه 4 ديال البيضات اللي كيكونوا بحراره المطبخ، 150 غرام ديال السكر الخشن، 150 غرام ديال الدقيق، ملعقه صغيره من الخميره الكيماويه ما يعادل 7 غرام. كنحتاجو 3 ديال المعالق كبار من الماء ما يعادل 30 مليلتر ديال الماء. كنحتاجو ايضا الى 3 معالق كبار من الزيت المائده، ايضا ما يعادل 30 مليلتر. في نفس الوقت كنحتاجو هنايا 3 معالق كبار ديال بودره ديال الكاكاو شوكولاته المور ما يعادل 30 غرام. ايضا هادو هما المكونات. ندوزو على بركه الله الى طريقه التحضير. بسم الله. في واحد الخلاط الكهربائي كنوضعوا 4 ديال البيضات اللي كنأكد يكونوا بحراره المطبخ. كنضيف لهم السكر الخشن وقبيصه ديال الملح، اكيد ما تنساوهاش. في هذه المرحله هذه غنخلط جميع المكونات مع بعض حتى ينسجموا ويتضاعف القوام ديالو لمده الخلط تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. بعد ما خلطنا المكونات ديالنا بحال اللي كتشوفوا، هذاك البيض مع السكر انسجم وتضاعف القوام ديالو وصبح اللون ديالو مائل الى اللون الابيض. كنضيف عليه الزيت 3 معالق فقط، وفي نفس الوقت كنضيف عليه الماء اللي كيكون دافئ ماشي بارد بزاف. غنخلط هاد المكونات فقط ببطء من الاسفل الى الاعلى حتى ينسجموا. وهنايا غنضيف عليه بودره ديال الشوكولاته المر مع ملعقه صغيره من الخميره الكيماويه. وغنضيف عليه فقط القليل من الدقيق، يعني غنبقى نضيف الدقيق بدفعات. غنخلط هاد المكونات هيدا من الاسفل الى الاعلى باش يبقى ديك البيض محافظ على الهواء اللي عنده من الداخل، باش يجينا الكيك ديالنا اسفنجي. دائما من الاسفل الى الاعلى. غنستمر بهذه الطريقه هذه. غنخلط هاد المكونات هيدا فقط ببطء من الاسفل الى الاعلى حتى ينسجموا تماما. وحاولوا بانكم تبقاو محافظين على ديك الهواء اللي كيكون من الداخل. وكيكون هذا هو القوام ديال الخليط بحال اللي كتلاحظوا معايا. غناخذ دابا المول. بالنسبه للمول ديالي فهو فيه 20 سنتيم، فبحال اللي كتلاحظوا معايا فانا وضعت هنايا ورق الزبده من الاسفل ودهنته بشويه ديال الزبده ورشيت عليه قليل من الدقيق باش ما يلتصقليش الخليط. صافي. كنوضعوا الخليط ديالنا في المول بحال اللي كتلاحظوا معايا. طبعا بالنسبه للمول لكم الاختيار، ممكن تاخذوا المول ديال 24 سنتيم حتى 28 سنتيم، غير فقط هذه باش كتجي شويه طالعه. بالنسبه للمده ديال الطياب فكتاخذ معكم تقريبا من 35 دقيقه حتى من 45 دقيقه على درجه الحراره 180. الفرن كيكون بارد مسبقا. فهذه هي طريقه ديال الطياب ديال هذه الكيكه هذه بالنسبه لي، وطبعا كيبقى على حسب كل فرن. وهنايا بالنسبه للكريمه غنستعمل 300 ملي ديال الحليب. فهاد الكريمه هذه بنكهه ديال الكراميل، ممكن تستعملوا نكهه الفانيلا اي نكهه اللي بغيتو. وبالنسبه للاخوات اللي في المغرب ممكن يستعملوا لا كريم شونتيي باي نكهه اللي كيفضلوا. هنا غنستعمل هاد الكريمه ديال باغاديز اللي كتخدم بالحليب في الاصل، وطريقه التحضير يعني المقادير مكتوبه في الخلف العلبه.
انا هنايا اليوم غنخدمها بالحليب، اللي الحليب دائما خصو يكون بارد، وغنضيف لها واحد العلبه ديال لا كريم فريش. بالنسبه لهاد العلبه ديال لا كريم فريش، علاش كنضيفها باش تبقى لي الكريمه ديالي الكريميه، يعني بحال اللي كتعرفوا الكريمه ديال باغاديس ملي كتخدم مع الحليب كتكون بحال البودين، كتجي شويه قاصحه، ولكن ملي كنضيفوا لها لا كريم فريش كترجع رطبه، يعني كتجي كريميه ما كتجيش بودين، كتحس بديك الكريمه لذيذه بزاف. وطبعا ممكن تخدموها مع 400 ملي ديال شلاكزان ديال القشطه الطريه السائله، كتجي ايضا مزيونه. هنايا درت فقط 2 معالق كبار ديال السكر على حساب لا كريم فريش، وطبعا ممكن تستغناو عليها، اصلا هاد لا كريم باغاديس كتجي حلوه منكهه منسمه. بحال اللي كتشوفوا معايا من بعد ما خلطتها كيكون هذا هو القوام ديالها، ما كتجيش قاصحه بحال الا كنخدموها بالحليب فقط. غنعدلها في الثلاجه حتى تشد في راسها. بالنسبه للاخوات بحال اللي قلت لكم تستعملوا 300 ملي ديال القشطه الطريه السائله، لا كريم شونتيي ديال المغرب. هنا الكيك ديالنا من بعد ما خرج، انا كنت قلت لكم في المول ديالي فيه 20 سنتيم، والمول كان فيه 22 سنتيم. وهذه هي الكيكه من بعد ما طابات بحال اللي كتلاحظوا معايا. وبالنسبه لحجم البيض ديالي كان صغيور، ما كانش كبير بزاف، يعني هاد الكيكه هذه ماشي كبيره، راه صغيره شويه. صافي كنقطع الكيك ديالي بهذا الشكل هذا، وبحال اللي لاحظتوا معايا باقي ديك القطع ديال الدقيق في الجينواز كيبان، ماشي مشكل. يعني نتوما خلطوا الحليب، خلطوا الدقيق عفوا مع بودره ديال الكاكاو، وعاد ضيفوها على الخليط ديال البيض. هنا كنسقيها بالسيرو. بالنسبه للسيرو انا عدلت الماء والسكر وفانيلا، طيبتهم وخليتهم حتى يبردوا. هنايا غنبدا نعمل المونتاج للكيك ديالي بحال اللي كتلاحظوا معايا. عملت الطبقه الاولى ديال الكريمه اللي ديال الكيك عفوا ديال الجينواز ديالي اللي سقيته بالماء ولا بالسيرو بنكهه الفانيلا، وضفت عليها الطبقه الثانيه ديال الكريمه. غنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه بحال اللي كتلاحظوا معايا، فانا ما كنعدلش بزاف ديال الكريمه، كنعدل غير شويه شويه، وغنبقى مستمره بهذا الشكل هذا. كنضيف الكريمه. بالنسبه للكيك ولا الجينواز فانا كنت سقيته في الاول، هيدا باش كنختصر شويه الوقت. وما بين كل طبقه وطبقه كنعدلوا الكريمه، وفي نفس الوقت الا بغيتوا تضيفوا البنان في الوسط تضيفوها في كل طبقه. انا غنضيفها فقط في واحد الطبقه وصافي، ما غنعدلش البنان كامل في الكيكه كامله. بحال اللي كتعرفوا البنان الا بقات هاد الكيكه اكثر من يومين ديك البنان غيكحل لكم. انا عدلت هنايا غير في هاد الطبقه هذه، وهاد البنان مع الكريمه ديال النكهه ديال الكراميل كتجي زوينه بزاف. بالنسبه الا كانت عندكم لا كريم شونتي عاديه طبعا ممكن تنسموها بشويه ديال الكراميل، راه كاينه العقده ديال الكراميل كتباع جاهزه، كيبيعوها بديك 5 دراهم. هذا بالنسبه للاخوات اللي في المغرب راه كتباع موجوده، كتعمل منها غير شويه وكتنسم لك الكريمه ديالكم بحال ديك النكهه ديال الفريز، بحال النكهه ديال الخوخ. المهم كاينين بزاف منه. صافي غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنسالي الطورطه ديالي. بالنسبه للكريمه غنعدل هنايا، عدلت علبه ديال الشلاك زعنا ديال القشطه الطريه السائله، وعلبه ديال لا كريم فريش مع 3 معالق كبار ديال البودره ديال الشوكولاته. جميع المقادير غتلقاوها مكتوبه في صندوق الوصف. انا علاش عملت لا كريم فريش؟ باش تجي لي الكريمه ديالي عقده وشاده في راسها بحال اللي كتشوفوا معايا. كيكون هذا هو القوام ديالها، احسن ملي غنعدل لا كريم شونتيي بوحديتها ما غتجيش شاده في راسها مزيان. صافي غنغلف الكيكه ديالي بهذا الشكل هذا. ماشي ضروري يعني تعدلوها معوطه، لاننا باقي ممكن في الجوانب تعدلوا مثلا رقائق اللوز، ممكن تزينوا في الجوانب بشوكولات، اي حاجه اللي بغيتو. هنايا انا في هاد الجوانب هادو غناخذ هاد الباليت هادي اللي عندها بحال السنينات من تحت، ولا ما كانتش متوفره عندكم عدلوها بالكوتشاره، يعني بالمتشيك بالفورشيت، وكتبقى تكوزو هيدا في الجوانب حتى كترشموا الكيكه ديالكم ولا الطورطه ديالكم كامله. بالنسبه لهذه الباليت هذه اللي عندي، هذه رخيصه يعني كتعمل 65 سنت، عند موجوده في جميع المتاجر، مثلا عند سادي كيك وبيدو عنده. بالنسبه للاخوات طبعا هنا في المانيا. غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نسالي هذه الدائره هذه.
هنايا خديت الكريمه وكنعدل الورود بحال اللي كتلاحظوا معايا، كنضوبل الدوره ديال الكريمه باش تجي شويه ديك الورده طالعه، لان الراس اللي عندي صغيور ماشي كبير. صافي هنايا غناخد واحد ملعقه ونصف من الناباج اللي كنكون خلطته شويه، وإلا بغيتوه تعدلوه في حمام ديال الماء، يعني غير دفيوه شويه فواحد الكاسرول، غير طلق مع ديك الحراره باش يتفسخ لكم شويه لان كيجي شاد في راسو. صافي غنستمر بهاد الدائره، غنستمر نعمل هاد الناباج هذا في هاد الدائره هذه فقط باش تعطي ديك اللمعه. طبعا ممكن تستغناو عليها ماشي ضروري تعدلوها. صافي هنايا كنزينت الكيكه ديالي بهذا الشيء. صافي هنايا كنزينوه، التزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. فانا زينته هنايا بهاد القطع ديال البسكويت اللي كيجي صغيور، وفي نفس الوقت بهاد الفاكهه. مهم تزيين على حسب الرغبه ديالكم، تزينوها باي حاجه اللي بغيتو واللي متوفر عندكم في البيت، يعني ما تكلفوش على راسكم. الحاجات اللي عندكم في الدار خدموا بها. هنايا عندي البيان اللي محمر في الفران ومهرمج وزينتها من فوقي، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما قدمناه في طبق التقديم. غنقطع لكم واحد الطرف وتشوفوا الشكل ديالو الداخلي كيفاش كيجي. اما المذاق صراحه كيجي جد رائع مع ديك الكريمه، مع ديك الكريمه ديال الكراميل وديال الشوكولات وديك البنان، قطع ديال البنان كيعطي له واحد المذاق غزال صراحه. فكنتمنى تجربوها في البيوت ديالكم، وكيكون هذا هو الشكل ديالها الداخلي باربعه طبقات من اسهل ما يكون. فكنتمنى هاد الوصفه هذه تنال اعجابكم وتجربوها في البيوت ديالكم. وشكرا على حسن المتابعه، نتلاقاو فيديوهات مقبله باذن الله. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه مرحبا بكم اخواتي الغاليات، ما عليكم فقط تشتركوا في القناه وتضموا وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات. كنتمنى لكم كل خير، يومكم سعيد واسعد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.